مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السادس لنا في قراءة هذه الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، ضمن هذه الدورة المقامة في مسجد الرحمة في مدينة التواهي حرسها الله. قال الشيخ رحمه الله: قال الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. الشيخ رحمه الله في هذا الباب أو في هذا الأصل يريد أن يلفت نظر المسلمين إلى دعوة خطيرة، وهي دعوة إلى ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة، أن الكتاب والسنة لا يقدر أن يفهمهما إلا من كان قد وصل إلى رتبة عظيمة في الدين، ولذلك يجعلون الحصر لهذا الوصف في أئمة معينين عندهم، مثل الآن الحوثيين عليهم لعائن الله تترى، يجعلون عبد الملك الحوثي قاتله الله وقسم الله ظهره يجعلونه الناطق عن الله عز وجل والمبلغ عن الله تبارك وتعالى، فكل ما يقوله السيد عبد الملك أو السيء المنافق الزنديق طيب يجعلونه هو الدين، وأن نحن ما نفهم شيء، وأن نحن لا نستطيع أن نفهم في القرآن ولا شيء من الدين إلا عبره. فكذلك هذه الدعوة موجودة أيضا في دعوة الصوفية، يدعون الناس أنه لا يمكن أن نفهم القرآن ولا نفهم السنة إلا عبر فلان، ولذلك عطلوا الناس عن الفهم، وعطلوا عقولهم حتى لدرجة أنه قد ربما يدعون الناس إلى شيء يسمونه العلم الباطني. إيش العلم الباطني؟ يستدلون بأن هناك أشياء قد تظهر لك أنت أنها قبيحة، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من اعتراضه على الخضر، بعض ما حصل من الأمور التي ظاهرها السوء، يعني ماذا خلق السفينة فظاهرها إيش؟ أنه أراد الإغراق وقتل الصبي وفعل، فموسى عليه الصلاة والسلام هكذا يقولون. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح وباطل واستدلال بشبهة، لأن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه، طيب، وموسى نبي يوحى إليه، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الخضر ما لم يوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام في هذه القضايا. لكن هم يقولون نحن عندنا بعض الناس يفهمون في الدين نحن ما نفهم، ولذلك كما ذكرنا لكم في الدرس السالف أن بعضهم ربما نسأل الله العافية والسلامة رؤي يمسك الحمار يفعل بها الفاحشة، فلما قيل له ما تصنع قال أنقذ الغرق في البحر. انظر، ربما يزني ويشرب الخمر ويفعل الأفاعيل ويقال لا هذا الرجل يفعل شيء آخر غير الذي يظهر لنا، فعطلوا عقولهم وعطلوا حواسهم وعطلوا فطرهم لقاء هذا الخبث، واتهموا كل من طلب الهدى منهما يعني من الكتاب والسنة فهو إما زنديق أو مجنون. لماذا؟ لأجل صعوبة فهمهما، يعني لا يمكنك أن تفهم القرآن ولا تفهم السنة إلا عبر هؤلاء الأئمة، هؤلاء المشايخ المعينين. قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه، حتى من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. يعني هناك أشياء واضحة. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون
لكن هنا تنبيه مهم. هناك أشياء الله سبحانه وتعالى ألزمنا أننا ما نفهمها إلا بطريقة الصحابة، وفوق هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا نحن نقول بأننا لا نفهم القرآن ولا السنة إلا عبر فهمهم، لكن في الأمور إيش الجلية. أما إذا لم يأتيك الصحابي مهما كان شأنه يأتيك بشيء بقول ما عليه دليل ولا عليه شيء، نقول له يا صحابي رضي الله عنك أنت على عيننا وراسنا، لكننا لا نتابع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي نحن نعمل بقوله دون أن نفكر، لأن قوله وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان أبو بكر رضي الله عنه ولو عمر ولو عثمان ولو علي ولو العشرة، لكن ثبت بالاستقراء أنهم لا يقولون إلا حقا، لا سيما إذا حصل الإجماع، لا سيما إذا اتفق الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا على شيء، فإن الحق لا يخرج عنهم في الغالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فدل على أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتمعة حق. قال عفى الله عنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الآيات أراد الشيخ بها أن يبين أن هناك أناس يعطلون حتى عيونهم، إذا رأى باطل يقول لا الشيخ يعمل شيء باطني أنا ما أفهمه. والله وجد في زمن إلى وقت قريب ربما في بعض البلدان أنه نسأل الله العافية أنه يأكل براز الشيخ ويقول هذه حلوى، ويشرب بول الشيخ ويقول هذا ماء زمزم. فيعني انظروا إلى هذا الحد، بلغ بعض الناس أن يعطل عقله ويسلم. ولذلك نحن دائما ما نقول يا طلاب العلم انتبهوا 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 أن تعظموا المشايخ وتجعلونهم في رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نعلق ولا نقول لطلابنا أنهم يعني ماذا يعلقون أشخاصهم يعلقون قلوبهم بأشخاص المشايخ. كلنا نخطئ، كلنا نخطئ. خذ مني تعلم قواعد الشافعي وقواعد مالك وقواعد أحمد، قواعد الأوزاعي، قواعد السفيانين. طيب لو أخذت القواعد التي تركها لنا سلفنا رضي الله عنهم، والله ثم والله بالله ستستطيع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن تميز كلام كل واحد يتكلم أمامك. حتى أنا الآن أمامك تستطيع أن تقول أبو محمد اليوم يقول باطل يصبغه بصبغة الحق، أو قال حقا أبلج. فتأمل وتعلم القواعد التي تركها لنا السلف. ليش نقول السلف؟ لأن أي إنسان من المعاصرين يقول لك شيء ما كان عليه السلف الأوائل اعتبره باطل واعتبره فاسد. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله لو أراد المسلمون أن يعودوا إلى العز الصحيح عليهم العودة إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنهم حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يوفقون. وهذا ختام هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من ساهم بماله وجهده ونشر العلم وربط الناس بالعلم الصحيح النافع، العلم الذي يعيد للأمة المجد والازدهار، وحث طلاب العلم في هذا المقام على الاستمرار. هذه الدورات تعتبر منشطات، هذه الدورات العلمية تعتبر منشطات، فاستمروا وفقكم الله في مثل هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يسددنا وإياكم
وأن يفتح علينا وعليكم من كل باب، إن ربنا سميع الدعاء والله المستعان.